السلام عليكم يا جماعة. والله النهاردة يعني في شاب بجد ربنا يبارك له. هو يعني عنده مطعم جنب بيتي. دايما انا بطلب منه الاكل لان حاجته ممتازة واسعارها ممتازة. فجاي النهاردة قال لي انا بقول لك قبل ما اقول لاي حد ان انا هضطر اعلي اسعار المنيو عندي بسبب ارتفاع سعر البنزين. ما هو بيروح يجيب طلباته لشغله، بيحتاج يتحرك بمواصلات. فيعني فقعدت افكر في حال الشاب ده. وافكر في حال يا ترى مين اقل ناس ممكن يكونوا اتضرروا من ارتفاع اسعار البنزين. انا بحمد ربنا ان شغلي اونلاين، ما بروحش الشركة كل يوم رايح جاي. فاحنا اللي بنشتغل اونلاين في مزايا كتير للموضوع ده. يمكن الحاجة الوحيدة اللي تخص الاسعار اللي ممكن تأثر معانا لما النت سعره يعلى، وده بيحصل كل سنة. فيعني ايه بنبلعه ومقدور عليه. فخليني يعني انا عايزه يعني ايه. بفكر في حال الشاب ده واللي هو بيمر بيه. هو فاتح مطعم، طبعا دفع الافات عشان ينشئ المطعم ده. وما زال في تكاليف مستمرة عليه. واكيد لما هيعلي الاسعار ممكن ده يأثر على معدل المبيعات عنده، لان العملاء اتعودوا منه على سعر معين. بيشتغل طول النهار في مطعمه، وبيروح يجيب ادوات رايح جاي، وبالتالي هو فتح مشروع وبيشتغل فيه. صاحب المطعم ده يعتبر رائد أعمال وعنده بيزنس، بس البيزنس مرهقة وأرباحها مش مضمونة. في المقابل الحمد لله أنا الحاجة اللي ربنا وفقني إن أنا بشتغل فيها في مجال التجارة الإلكترونية هي فرصة مضمونة 100%. ما فيهاش أي مخاطرة، لكن في نفس الوقت هي بيزنس. إزاي هي بيزنس؟ هي البيزنس عبارة عن إيه يا جماعة؟ إنك أنت تبقى بتحكم في وقتك. أنت مش بتشتغل عند حد يقولك اشتغل من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. فالفرصه دي بيزنس. اول حاجه فيها ان انت متحكم في وقتك، انت رئيس نفسك. تاني حاجه ان اي بيزنس في الدنيا احنا بنحتاج نستثمر فيها راس مال في الاول، وبعدين تدخل لنا ربح. وبعد كده لما البيزنس يتوسع نبتدي بقى ايه، يجي لنا دخل كبير ونبتدي نعمل فلوس واحنا نايمين، زي ما يبقى عندك بيزنس وتعمل فروع. كل ده متوفر في الفرصه اللي انا اشتركت فيها من بيتي من على موبايلي اونلاين مع شركه ليف فري اللي بقى لها 12 سنه في البيزنس. طيب ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اللي بيحصل ان الشركه قايمه على حاجه كلنا بنعملها، هي البيع المباشر. اللي روبرت كيوساكي الملياردير الامريكي قال ان البيع المباشر ده اكتر نظام اتعمل يخرج الانسان الغني اللي جوه اي حد. هو كملياردير بينصح بيه وبيقول ان اي حد يقدر ينجح فيه. ليه؟ قايم على ايه الموضوع ده؟ قايم على ان انت اصلا بتمارسه من غير حاجه. انت في حياتك كلها لو مثلا حضرت كورس وعجبك او رحت مطعم وعجبك الاكل، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتروح تقول لاصحابك، واصحابك هيصدقوك اكتر. لو كان المكان ده دافع الافات مؤلفه عشان يعمل اعلانات، اصحابك هيصدقوك اكتر من الاعلانات. وبالتالي الشركه اللي انا مشتركه فيها هي شركه للتجاره الالكترونيه، ما بتعملش اي اعلانات. هي بتعتمد على وكلائها اللي بيحصلوا على منتجاتها المميزه. منتجاتها مميزه في جودتها وفي سعرها، الاثنين فيها الميزه في الحاجتين. يعني اسعارها اقل من اي حاجه، غير انها منتجات كلنا بنحتاجها، كده ولا كده هنحتاج نجيبها. فالمطلوب عشان انت تستفيد من الفرصه دي يبقى عندك متجر الكتروني في 80 دوله تقدر تبيع منتجات الشركه كلها، انك تحصل على منتج واحد مره في حياتك. وبالتالي هنا مفيش مخاطره. انت زيك زي اي صاحب بيزنس حط فلوس في الاول. بس صاحب البيزنس بيحط فلوس، يا اما البيزنس تنجح يا اما ما تنجحش. بيحط فلوس عشان بنى البيزنس. انت بتحط فلوس عباره عن منتج بتشتريه مفيد ليك اصلا. زي مثلا بيعملوا كورسات انجليزي بشراكه مع جامعه اكسل البريطانيه اللي واخده الباك، فهي معتمده دوليا. فانت بتاخد معاهم كورس الانجليزي تقدر تستفيد منه في اي جهه. الكورس ده معترف بيه عالميا، وبتاخده من بيتك اونلاين مع مدرسين اجانب على زوم، وبسعر اوفر من لو خدته من موقع جامعه اكسل نفسها. فتخيل انت حصلت على كورس انجليزي، نميت لغتك، وده الطلب المطلوب منك بس عشان تبقى ايه، بقيت وكيل لشركه ليف فري البريطانيه اللي بقالها 12 سنه في البيزنس وسمعتها عالميا. طب بتعمل ايه بعد ما انت اشتركت؟ كل المطلوب منك من بيتك من موبايلك، جربت الكورس عجبك، بتقول لاصحابك ان الكورس عجبك. وكمان انت بتبقى وكيل لكل خدمات الشركه، مش بس الكورسات. الشركه بتعمل خدمات كتير، بس انت بتحتاج تحصل على خدمه واحده عشان تبقى وكيل للشركه كلها. طيب فنفترض ان انت خدت كورس الانجليزي عشان تنمي اللغه عندك، استفدت منه، نقلت خبرتك دي لاصحابك. اصحابك هيصدقوك اكتر من اي اعلان، فهينضموا معاك.
الفرق بقى ايه؟ احنا دايما لما حاجه بتعجبنا بننقل خبرتنا لاصحابنا، بس في الظروف العاديه احنا مش بنستفيد ماديا من الموضوع ده. لكن مع شركه ليف فري انت خدت منتج فادك، فصفر مخاطره. ده اولا. تاني حاجه، كل اللي عملته انك نقلت خبرتك لاصحابك، الحاجه اللي بنعملها كده ولا كده. طيب هم عرفوا منك، هيصدقوك اكتر من اي مصدر تاني، فهياخدوا هم الكورس. لما ياخدوه بقى وياخدوا اي خدمه بتعملها الشركه، انت بتستفيد ماديا وبتاخد اعلى عمولات في العالم، بتوصل ل 15% على الشخص الواحد، عمولات مباشره. طيب انت دخلت صاحبك في فريقك وخدت العموله دي فورا، بيقف الموضوع على كده؟ لا، بتبتدي بقى تتوسع، وكأن انت بتعمل فروع للبيزنس بتاعتك. ازاي؟ لما صاحبك ده يجيب حد تاني، صاحبك خد الكورس وعجبه، بكرر ان في خدمات كتير انا مركزه على الكورسات كمثل. طيب فانت صاحبك خد كورس انجليزي وعجبه برضه، راح قايل لاصحابه عليه، فراح هو مدخل حد تاني من معرفته. لما هو بيدخل حد من معرفته، هو بيستفيد ماديا وانت بتستفيد ماديا من جهده ووقته. فكده تبتدي بقى ايه؟ تعمل فلوس وانت نايم. ده اللي بيخلي نظام التجاره الالكترونيه نظام التجاره الالكترونيه بالبيع المباشر نظام يخلي اي انسان عادي ومستواه المادي متوسط او حتى تحت المتوسط يبقى مليونير، لانك مش بس مستفيد من جهدك، انت مستفيد من جهد الاخرين. طب هل الشركه بتدفع ده الى ما لا نهايه؟ لا، في حد اقصى، بس حد اقصى جميل جدا. نفترض، لان احنا بقول لك الموضوع ده اونلاين، انت تقدر تدخل اي حد باي عدد في 80 دوله في العالم اول ما بتشتري منتج واحد. طيب فانت ممكن تدخل عدد كبير من الناس. هل بقى العمولة ملهاش سقف؟ لا، لها سقف، بس سقف جميل جدا، هو 60,000 جنيه في اليوم. طب حد يسألني، هي الشركة يعني رامية فلوسها يعني ولا بتعمل ده ازاي؟ لا، الشركة أذكياء جدا. ما هم موفرين حاجات كتير يا جماعة. هم موفرين انهم عندهم متجر الكتروني، بس لا عندهم محل ايجار، لا بيعملوا اعلانات ويجيبوا حمائي والكينج ويدفعوا قد كده، ومعتمدين بس على الوكلاء. والوكلاء لما بيدخلوا البيزنس بياخدوا منهم برودكت، فهم كسبانين اول ما الوكيل دخل. وبعدين بعد كده الوكيل ده بقى يقدر يبقى مليونير بسهوله جدا. كل المطلوب انك من بيتك من موبايلك بتعرف الناس، لا انت مسؤول عن شحن ولا عن تخزين ولا تروح وتيجي في الحر او في البرد. من بيتك من موبايلك 3 ساعات في اليوم كفيلين لو اشتغلت بانتظام انك تحقق دخل مادي محترم. صار الشركه بتدي اعلى عمولات في العالم، الشركه معروفه عالميا وعامله شراكات مع اسماء كبيره جدا. فبيبقى في سؤالين مهمين لاي حد عايز يدخل بيزنس ده: انا اضمن ازاي انها حقيقيه؟ عمر ما حد هينصب هيفضل في السوق 12 سنه. سهل قوي تتاكد وتبحث عنها. ابعت لي على الخاص، ابعت لك الويب سايت بتاعها وكل تفاصيلها، فتقدر تتاكد انها حاجه حقيقيه. طيب اتاكدنا انها حاجه حقيقيه وممتازه وسمعتها عالميه، طيب انا ازاي انجح فيها؟ الطريقه اللي الشركه عاملاها ان الناس القدام بيستفيدوا من جهد الناس الجداد ماديا، يخليك تضمن انك تنجح. لان اللي سبقوك ونجحوا بكل حب وبكل اخلاص هينقلوا لك خبرتهم، لان نجاحك من نجاحهم. هم جربوا خطوات محدده بيدوها لك. انا اول ما دخلت الشركه دي انا دخلتها من خلال صديقه ليا. اول ما دخلت مين دربني؟ حد بقاله 10 سنين، لان نجاحي من نجاحه، من مصلحته انه يدربني. فهي دي الفكره يا جماعه. انا يعني ما اعرفش اي وسيله اسهل من كده واضمن من كده ان انسان عادي يبقى مليونير. انا ما اعرفش، ولو حد يعرف حاجه بديله بس تكون مضمونه كمان وتكون حلال يعني ما فيهاش شبهه يقول لي. انا لغايه دلوقتي لقيت ان دي احسن طريقه، وعشان كده دخلت. كمان انا في ميزه ان انا بعمل حاجات كتير في حياتي، فانا لان الشركه دي بتطلبش مني ان اجيب منتج واحد بس طول عمري واتمتع بكل المزايا دي، وبالتالي ده مخليني انا مستمتعه باني بمارس، عندي متعدد شغف، بعمل حاجات كتير في حياتي، فقادره اعملها بروقان وباستمتاع. فاللي حابب يعرف تفاصيل اكتر اكتب لي مهتم في التعليق، هبعت لك تفاصيل كتير ونقعد مع بعض على زوم اشرح لك الفكره بالتفصيل وتسال كل اسئله تحبها. وكمان ممكن اخليك تقعد مع ناس من المؤسسين اللي بقالهم سنين في الشركه. يعني الاوضاع اللي احنا فيها يا جماعه فعلا محتاجه تخلينا نفكر بره الصندوق. وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم دايما للحاجات، للطرق الصح الذكيه اللي تحقق لك دخل وتكون مضمونه. ويعني يسعدني جدا ان انا اكون معاك في الرحله دي، وفي انتظار تعليقاتك ورسائلك. شكرا جزيلا.